لو بتدور على تلفزيون يقدم لك الباكج كامله واداء ممتاز من حيث جوده الصوره واداء الالعاب والسوفت وير، فالفيديو ده ليك. ازيكم يا شباب، معاكم ضياء. في الفيديو ده هنعمل مقارنه بين اتنين من افضل تلفزيونات الاوليد السنه دي، LG C4 وبرافيا 8، وهنتكلم عن التصميم وجوده الصوت والصوره وكمان اداء الالعاب في كل واحد منهم. هنعرف المميزات الحصريه في كل تلفزيون منهم، فلو عايز تعرف كل التفاصيل وتختار التلفزيون المناسب ليك فتابع الفيديو ده للاخر عشان تعرف كل حاجه. اول حاجه لازم تعرفها هنا ان الشاشتين دول من الفئه المتوسطه عند LG وسوني، يعني اقل شويه من شاشات الاوليد الفلاج شيب بتاعتهم، ولكن لو بصينا للسوق بشكل عام هنلاقي انهم بيقدموا قيمه كبيره بالنسبه للسعر، لانهم بيجمعوا بين السعر الكويس والاداء الممتاز. الشاشتين دول متوفرين بعده احجام، بس اشهرهم مقاس 55 بوصه وده اللي هنركز عليه النهارده في الفيديو ده. الشاشتين دول موجودين بعده احجام، عندك سوني برافيا 8 وLG C4 متوفرين بمقاس 55 و65 بوصه وكمان مقاس 77 بوصه، ولكن السي 4 عندها ميزه انها بتقدم احجام اضافيه زي 42 و48 بوصه لو محتاج حجم اصغر، وكمان عندهم حجم عملاق 83 بوصه لو عندك مساحه كبيره، فيعني حجم الشاشه لوحده ممكن يكون سبب مهم في اختيارك. واما بالنسبه للاسعار فالاسعار بتتغير مع الوقت، لكن حاليا سوني برافيا 8 مقاس 55 و65 بوصه اغلب حوالي 1000 ريال من LG C4، والفرق ده كان اكبر وقت ما الشاشات نزلت، لكن دلوقتي قل شويه، فيلا بينا نعرف سبب الفرق في السعر. زي ما معظمنا عارفين فLG C4 بيجي مع معالج Alpha 9 AI بروسيسور 4K Gen 7، واللي عباره عن نسخه مطوره من الجيل السادس اللي كان في النسخه اللي فاتت. اما بالنسبه لبرافيا 8 فبيستخدم معالج برافيا XR من سوني، واللي بيستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي عشان يحسن جودة الصورة بشكل أدق ويخلي التفاصيل أوضح. وطبعا الاكس ار بروسيسور أقوى بكتير من معالج الألفا 9 وبيتقارن مع معالج ألفا 11 من LG وبيتفوق عليه. ولما نتكلم عن التصميم فهنلاقي في فرق كبير بين الشاشتين، فبرافيا 8 بتتميز بتصميم فاخر جدا واللي بيسموه وان سليت ديزاين، واللي مخلي الشاشة شكلها جميل ومتناسق وبتبقى جاية سحبة واحدة كده من ورا، على عكس التصميم القديم للأوليد اللي بيكون شكله بشع من الخلف بسبب عدم التناسق. والإطار الرفيع اللي حوالين الشاشه بيديها شكل عصري، وكمان الستاند الجديد بيديك مرونه اكبر، فعندك 4 مستويات تركب بيهم الستاند، فلو الطاوله عندك صغيره او كبيره مفيش مشكله. وكمان لو حابب تحط ساوند بار تحت الشاشه فتقدر تحطه بسهوله من غير ما تضايقك المساحه، ولو قررت تعلقها على الحيطه هتكون شكلها ممتاز عشان بتيجي سحبه واحده زي ما قلنا قبل كده، وهتكون قريبه جدا من الحيط. واما LG C4 فبتتميز بتصميم انحف شويه ولكن ظهرها بيكون عريض، لو هتعلقها على الحيطه فهتكون بعيده شويه عن الحيطه عشان ظهرها عريض جدا من الخلف، او لو ناوي تحطها على الطاوله فالستاند بتاعها بيجي في النص وبيكون ثابت على مستوى واحد، وده بيقلل الثبات. ولكن لو عاوز مرونه اكتر في تركيب الشاشه على الحيطه او وضع الساوند بار تحتها برافيا 8 هتكون افضل. اما عن الريموت كنترول اكيد في ناس معجبين بالماجيك ريموت بتاع LG وفي ناس ما بتحبوش لانه ضخم وعطاله كتيره وبيحتاج بطاريات كتير، وكمان الريموت فيه زراير كتير جدا وده ممكن يضايق بعض الناس، ولكن ده ما يمنعش ان في ناس لسه بتحب الماجيك ريموت من LG. اما ريموت سوني فالوضع مختلف تماما، فسوني هنا ابدعت في الريموت بتاعها السنه دي، فالريموت اصغر وابسط بكتير لانه بيجي ببطاريه داخليه تقدر تشحنها عن طريق مدخل تايب سي، وكمان بيقدر ينبهك لو محتاج يتشحن. ومن اهم المميزات ان الريموت بيجي مع باك لايت، يعني تقدر تشوف الزراير في الظلام بكل سهوله، والريموت فيه سبيكر من ورا وانا بعتبرها اهم خاصيه بالنسبه لي، فاكيد كلنا بنعاني لو الريموت ضاع، فكل اللي عليك تعمله هتقول هاي جوجل Find my remote، والتلفزيون هنا هيبعت اشاره للريموت فهيعمل صوت عشان تحدد مكانه، هيقف اول ما تلاقيه وتضغط على اي زرار. بس عشان تعمل كده لازم تكون مفعل خاصيه الهاند فري مايك في التلفزيون، او ممكن تعملها مانوال من زرار التشغيل في التلفزيون نفسه، وممكن تستخدم الريموت في عمل كاليبريشن للصوت باستخدام المايك اللي موجود في الريموت نفسه، بالاضافه لميزه البحث الصوتي اللي بتدعم الاكسنت وجميع لغات العالم. وبصراحه ريموت سوني يعتبر ممتاز لانه مصنوع من 80% من مواد قابله لاعاده التدوير، ده شيء يستحق التقدير. ودلوقتي هنتكلم عن نظام التشغيل. وبالنسبه لنظام جوجل او اس في سوني فهو اختيار ممتاز بصراحه، النظام سهل جدا في الاستخدام وشكله منظم وانيق وبيشتغل بسلاسه، وكمان اعدادات الشاشه سهله جدا وبتدي لك تحكم كامل في جوده الصوت والصوره بالاضافه لكتير من الخيارات المتقدمه. ممكن كمان تغير شكل القائمه وتخليها نفس شاشه الابل تي في مختصره بدون اي اشعارات. ومن اهم البرامج اللي ابهرتني الصراحه في تلفزيونات سوني هو برنامج سوني بيكتشرز كور، واللي عباره عن مكتبه ضخمه من افلام سوني موجوده باعلى جوده بث
واللي اسمها بيور ستريم، وسرعه البث هنا بتوصل ل 80 ميجا في الثانيه، واللي تعتبر اعلى بحوالي 4 اضعاف جوده البث نتفليكس وامازون برايم. وكمان عندك الرفاهيه انك تختار بين تراك الصوت اذا محتاج دولبي اتموس او DTS:X، وكمان في خاصيه ممتازه جدا الكاليبريتد مود، واللي بتظبط لك الوان واضاءه الفيلم زي ما المنتج عاملها بالظبط. وبيكون عندك اشتراك لمده 2 وكمان 10 فاوتشرات بحيث تقدر تستخدمهم في شراء الافلام البريميوم اللي مدعومه بخاصيه اي ماكس انهانس. ومن اقوى الافلام اللي عجبتني في جوده الصوت والصوره انشارتد وفينوم ذا لاست دانس وجومانجي، وبصراحة جودة الصوت والصورة خرافية جدا بمعنى الكلمة. أما نظام الويب او اس في LG C4 فبصراحة النظام ده مريح جدا وسهل لبعض الناس في عدد كبير من التطبيقات، ولكن مش نفس عدد البرامج اللي موجودة في الجوجل تي في، وسهل انك تخصصه حسب احتياجاتك. وكمان قائمة الاعدادات واضحة وسهلة لو حبيت تبدل بين اوضاع الصورة المختلفة او تغير الاعدادات المتقدمة فبقى اسهل دلوقتي. وحسب LG فالبرنامج قابل للتحديث لمدة 5 سنين من تاريخ الانتاج، وده يعتبر عيب قاتل. وطبعا دي حاجة ترجع لذوقك الشخصي، سواء كنت بتفضل جوجل او اس من سوني او ويب او اس من LG، القرار هيكون حسب راحتك. وبالنسبه لصيغ الفيديو فالاثنين بيدعموا دولبي فيجن و HDR10 و HLG. ونيجي بقى لاهم جزء في اي تلفزيون هو جوده الصوره، وهنشوف مع بعض سوني برافيا 8 و LG C4 في الوضع الافتراضي او الستاندرد مود، لان ده اللي بيستخدمه اغلب الناس. ولكن اللي لازم تعرفوا ان الشاشتين دول مليانين اعدادات فتقدروا تعدلوا فيها عشان توصلوا لجوده الصوره اللي تناسب ذوقكم الشخصي. وبالمناسبه الشاشتين دول بيستخدموا تقنيه WOLED وبيقدموا مستويات سطوع عاليه جدا بالنسبه للتقنيه دي، وده بيخليهم مناسبين للاستخدام في معظم ظروف الاضاءه، سواء كانت الغرفه ظلام او كان فيها اضاءه عاليه. ولكن LG C4 متفوقه شويه في السطوع بالنسبه لفيديوهات ال HDR، ده بيخليها تقدم صورة أعلى شوية في الإضاءة، ولكن ده بيكون على حساب التفاصيل في الإضاءة فبتكون مش واضحة، وتركيز الألوان بيكون أقل شوية بسيطة من سوني. وكمان مع الاستخدام اليومي ومع تنوع المحتوى مش هتلاحظ فرق كبير في السطوع بين الشاشتين. ونيجي بقى لتركيز الألوان والتباين في الصورة، هنلاحظ في المشهد ده إن تركيز الألوان أقوى بكتير من LG C4 زي ما انتم شايفين. وهنلاحظ كمان في المشهد ده من فيلم ماد ماكس إن سوني تفوقت على LG C4 من حيث الكونتراست وتركيز الألوان. وهنا بقى هنلاحظ قوة معالج سوني الاكس ار بروسيسور وازاي قدر يشيل الكولر باندنج وينعم الخلفيه زي ما انتم شايفين، وعلى عكس LG الصوره مليانه كولر باندنج ونويز، وده بيبين قوه المعالجه واهميتها. ونيجي للكولر اكيورسي او صحه الالوان، فهنلاحظ في المشهد ده ان لون الجلد او السكين تون اكتر واقعيه وطبيعي في السوني على عكس LG اللي مايل للون الاصفر وكمان فيه باندنج. ولو بصينا على الشعر من فوق هنلاحظ ان LG ضيع تفاصيل الشعر بسبب السطوع الزايد عن اللزوم. وفي المشهد ده كمان هنلاحظ سوني قدر يحافظ على الهايلايت ديتيلز او تفاصيل الاضاءه بشكل ممتاز، فهنلاحظ الكلام ده في الانفجار ده وفي لون السماء وتفاصيل السحاب وكمان لون المباني. واما بالنسبه للشاربنس او الحده في الصوره فهنلاحظ ان الفرق في المشهد ده كمان LG اعلى في السطوع ولكن بيضيع التفاصيل في الاضاءه زي ما انت شايف. ولكن هتلاحظ ان الصوره في السوني مليانه تفاصيل وحده على عكس LG، تحس ان الصوره ناعمه ما فيهاش اي شاربنس. هنلاحظ هنا في المشهد ده ان السكين تون طبيعي اكتر في السوني مقارنه مع LG اللي مايل للون الاخضر والاصفر ومضيع التفاصيل في الاضاءه. ونفس الكلام هنا في المشهد ده. طبعا لو عندك خلفيه عن التصوير او الفوتوشوب فاكيد هتكون عارف ان الاخضر والاصفر من اعداء السكين تون. ولكن لما نغير اعدادات الصوره الى فيلم ميكر مود للLG C4 وسوني برافيا 8 على وضع سينما، الصورتين بيكونوا قريبين جدا من بعض، ولكن سوني بتكون اسطع مع المحافظه على التفاصيل، ولكن LG بتكون اغمق وفي نسبه خضار بسيطه في السكين تون واللي بتخليه مش طبيعي. نفس الكلام هنا في المشهد ده كمان. وبصراحه انا شايف ان سوني برافيا 8 بتقدم عمق وتباين افضل بشكل عام. يعني لو كنت هتستخدم الشاشه في مشاهده افلام او محتوى فيه مشاهد مظلمه زي مسلسلات نتفليكس مثلا، فسوني هتدي لك تجربه احسن من ناحيه التفاصيل في الظلال والهايلايتس، والصوره بتكون طبيعيه اكتر. ونيجي بقى للتأثيرات والانعكاسات على الصورة. دلوقتي هنتكلم بسرعة عن الانعكاسات واللي ممكن تأثر على تجربة المشاهدة مع أي شاشة. فالشاشتين دول بيقدموا أداء جيد جدا في التعامل مع الانعكاسات، كمان سطوعهم كافي عشان يواجهوا المشكلة دي بشكل كويس. ولكن في المشاهد المظلمة جدا ممكن تلاحظ الانعكاسات شوية. وبخصوص المشاهدة من زوايا مختلفة فالشاشتين أدائهم جيد جدا، يعني مش هتواجه أي مشكلة لو بتتفرج من أي زاوية. أما بالنسبة للموشن فمفيش أي مشاكل بالنسبة للشاشتين،
في المشاهد الرياضيه او المشاهد السريعه. فالشاشتين بيقدموا اداء ممتاز، وده بيخلي التجربه سلسه جدا سواء كنت بتشوف افلام اكشن او مباريات رياضيه. وبالنسبه لمعالجه الصوره فالشاشتين بيقدموا اداء ممتاز في النقطه دي سواء في المشاهد السريعه او في الانتقالات بين اللقطات السريعه، وكل حاجه بتظهر بوضوح. اما بالنسبه للمحتوى اللي جودته منخفضه زي الريسيفر والقنوات العاديه، فدي تعتبر لعبه سوني بتكون قويه ومميزه جدا في النقطه دي، ولان سوني دايما معروفه بانها بتقدم افضل معالجه للصوت والصوره، واللي بتخلي المحتوى اللي دقته قليله يظهر بشكل افضل مع تفاصيل اكتر وتشويش اقل. وعلى الرغم اني لسه شايف ان سوني بتتفوق على ال جي سي 4 في النقطه دي، لكن ال جي عملت تحسينات كبيره مقارنه بالموديلات اللي فاتت. فلو هتقارن اداء السي 4 بالسي 3 فاكيد السي 4 احسن في معالجه الصوره بكتير. وبالنسبه للاداء الصوتي فبرافيا 8 بتيجي بخاصيه Acoustic Surface Audio Plus، واللي بتخلي الشاشه هي مصدر الصوت، وده بيحسن توزيع الصوت بشكل اكبر حوالين الشاشه. يعني بيحسسك لو حد بيتكلم في الشاشه فالصوت بيكون طالع من بقه بالظبط. فدي مش مجرد سماعات عاديه زي اللي بتكون موجوده في التلفزيونات من تحت او جوانب الشاشه. والصوت في برافيا 8 ممتاز بشكل عام، فالفوكالز او المحادثات بتكون ممتازه. وفي خاصيه جديده اسمها فويس زوم بتتكون من 6 مستويات عشان تقدر تتحكم في صوت المحادثات بشكل افضل وتفهم الكلام اللي بيتقال، على عكس المشكله اللي الكل بيواجهها في التلفزيونات التانيه، بيكون صعب تسمع الكلام او المحادثات بشكل واضح. والبيز كمان ممتاز عشان التلفزيون فيه ووفر داخلي، والصوت عموما جيد جدا مقارنه بتلفزيونات في نفس الفئه. لو كنت هتستخدم مكبرات صوت خارجيه من سوني تقدر تستخدم الشاشه كسماعه وسطيه لنظام الصوت بتاعك، هتكون اضافه قويه بالاضافه الى دعم خاصيه 360 اوديو والكاليبريشن اللي بيتم عن طريق الريموت عشان يوجه الصوت على المكان اللي انت قاعد فيه بالظبط. اما بالنسبه للاداء الصوتي للسي 4 فهي افضل من السي 3 في الاداء الصوتي، لكن ما زالت برافيا 8 متفوقه في النقطه دي، والصوت في السي 4 يعتبر جيد ولكن مش بنفس القوه والتوزيع اللي بتقدمه برافيا 8. وعلى الرغم ان ال جي سي 4 اعلى في السطوع بشكل عام من برافيا 8، الا ان في حاجه غريبه في وضع الجيمنج. فسوني برافيا 8 اقوى في السطوع في وضع الجيمنج مقارنه بال جي سي 4، ده بيخلي التفاصيل اوضح خصوصا في المشاهد اللي فيها اضاءه عاليه وانعكاسات، وده بفضل تقنيه ال HDR Tone Mapping واللي مطوره خصيصا للبلاي ستيشن 5. اما بالنسبه لل جي سي 4 بيقدم سطوع كويس لكنه اقل شويه من برافيا 8 في وضع الجيمنج. وبالنسبه للانبوت لاج في برافيا 8 لما بتشغل الجيمنج على 4K 120 هرتز الانبوت لاج بيوصل ل 5.1 ms، وده بيخلي الاستجابه اسرع. اما بالنسبه لل جي سي 4 على نفس الاعدادات 4K 120 هرتز الانبوت لاج بيوصل ل 5.4 ms، هو فرق بسيط لكن لصالح سوني في زمن الاستجابه. ال جي سي 4 فيه 4 منافذ HDMI 2.1 4K 144 هرتز، وبيدعم انفيديا جي سينك وفري سينك، ده بيخليه مثالي للجيمنج على البي سي. اما بالنسبه لبرافيا 8 في مدخلين HDMI 2.1 فيهم واحد مخصص لل EARC لكنه بيدعم 4K 120 هرتز VRR و ALLM، وده بيكون مثالي اكتر للكونسولز، يعني الجيمز هتشتغل بسلاسه بدون تقطيع. والخاصيه المميزه اللي عجبتني في تلفزيونات سوني وخاصه برافيا 8 بيجي مع برافيا جيم بار، واللي بيضيف ادوات قويه للالعاب زي الكروس هير اوفرلاي، وهي عباره عن علامه تصويب في نص الشاشه بتساعد في العاب الشوتر زي كول اوف ديوتي عشان تصوب بدقه، وكمان البلاك ايكولايزر اللي بيخلي الاماكن الغامقه افتح عشان تقدر تشوف الاعداء بسهوله من غير ما الاماكن الفاتحه تبهت. وكمان في خاصيه رهيبه سكرين سايز ادجستمنت، فتقدر تصغر الشاشه عشان تركز اكتر في تفاصيل الجيمز خصوصا في العاب الاف بي اس. كمان تقدر تفتح اليوتيوب وانت بتلعب عشان تشوف الجيم بلاي او شروحات من غير ما تخرج من الجيم، ولكن كمان تقدر تتحكم في صوت اللعبه وصوت اليوتيوب وتعمل موازنه بينهم بحيث تسمع الجيم والصوت اللي محتاجه من اليوتيوب في نفس الوقت. وال HDR Tone Mapping ودي بتساعد في تحسين اضاءه التفاصيل في المشاهد المظلمه والمضيئه بحيث تاخد افضل جوده صوره ممكنه في الجيمز اللي بتدعم HDR، وده طبعا هيدي لك تجربه لعب اكثر واقعيه. ونقدر نقول هنا ان سوني برافيا 8 بتركز اكتر على تجربه الجيمنج المباشره، وبتدي لك مميزات اضافيه زي البلاك ايكولايزر والكروس هير اوفرلاي عشان تتحكم اكتر في الصوره اثناء اللعب. اما بالنسبه لل جي سي 4 فبتدي لك معدل تحديث اعلى اللي بيوصل ل 144 هرتز مع الجي سينك والفري سينك، ده مفيد اكتر للاعبين البي سي. هنلاحظ هنا ان برافيا 8 اخذت كل تقنيات شاشه انزون M10s الجيمنج وزودتها في تلفزيوناتها، فبقت مثاليه للجيمرز اللي بيلعبوا على البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس. فلو عايز شاشه مخصصه للكونسول زي البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس بوضوح عالي وتجربه سينمائيه، سوني برافيا 8 هتكون خيار ممتاز بالنسبه لك. اما لو بتركز على الجيمنج على البي سي فال جي سي 4 هتكون افضل مع دعم ال 4K 144 هرتز والجي سينك
والفري سينك. سوني برافيا 8 بتتفوق في سطوع الشاشه وسرعه الاستجابه ومميزات برافيا جيم بار اللي بتساعد الجيمرز في التصويب والرؤيه واداره الصوت اثناء اللعب. فال جي سي 4 وسوني برافيا 8 هم فعلا اتنين من احسن التلفزيونات في السوق دلوقتي. فسلسله السي من ال جي دايما بتكون الافضل من حيث التوازن بين السعر والاداء، والسي 4 كملت نفس الاتجاه ده. فالتلفزيون ده اختيار رائع لمجموعه متنوعه من المحتوى والمساحات المختلفه، وكمان بيجي باحجام متعدده عشان يتناسب مع احتياجاتك. فيعتبر افضل تلفزيون للالعاب في مقاس 42 و 48 بوصه. ولكن زي ما وضحنا في الفيديو ده فمفيش تلفزيون مثالي، كل واحد منهم ليه مميزاته وعيوبه. في الاخر الموضوع هيتوقف على ايه هي العوامل الاكثر اهميه ليك في اتخاذ القرار، سواء لو كانت افضل مميزات للالعاب او الاداء العام. لو لسه مش عارف تختار او عندك اي استفسار عن الشاشتين سيب لي تعليق تحت في الفيديو وانا هرد عليك في اقرب وقت. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان تتابع كل جديد، ولو محتار بين الاختيارات خليها فرصه نتناقش مع بعض، يمكن تلاقي اللي يناسبك بالظبط.